كأس الأمم الأوروبية شهدت لحظات لا تنسى وانتصارات تاريخية وخيبات أمل غير متوقعة، ولكن نسخ قليلة قدرت إنها تخلد في ذاكرة الجماهير زي يورو 2004 ويورو 2016، حيث بدأت البرتغال قصة كفاح طويلة بحثا عن مجدها الضاء من حلم ضاع على أرضها أمام جماهيرها في 2004 وإحباطات في 2008 و2012، ثم لحظة الانتصار التاريخية في 2016 لما عاد كريستيانو رونالدو ورفاقه عشان يكتبوا التاريخ بأحرف من ذهب. ففي الحلقة دي هنعيد مع بعض شريط الذكريات ونشوف ازاي قدرت البرتغال تتحول من منتخب واعد إلى بطل أوروبا لأول مرة في تاريخها. جاهزين؟ يلا بينا. في عام 2004 نظمت البرتغال واحدة من أقوى بطولات أوروبا عبر التاريخ، وده كان بسبب المنافسة الشرسة الموجودة بين المنتخبات. منتخب البرتغال رغم إقامة البطولة على أرضه ما كانش ضمن المرشحين للتتويج، ففي دور المجموعات وقع المنتخب البرتغالي مع روسيا وأسبانيا والمنتخب اليوناني. في افتتاحية البطولة واجه المنتخب البرتغالي خصم سهل وضعيف وهو المنتخب اليوناني. ليه بقى أنا بقول عليه هو خصم سهل وضعيف؟ لأن اليونان في تاريخها كله ما قدرتش إنها تتأهل إلا مرتين بس وما سجلتش غير هدف وحيد بس، ولكن اللي حصل اليونان بتفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف على أرض البرتغال وأمام كل جماهيرها. في المباراة الثانية في دور المجموعات دخل المنتخب البرتغالي وكل هدفه هو الفوز على المنتخب الروسي، وفعلا قدر المنتخب البرتغالي انه يفوز على المنتخب الروسي بهدفين دون مقابل. والمفاجأة هنا ان المنتخب اليوناني بيتعادل مع المنتخب الاسباني الناحية الثانية، وبكده بتضمن اليونان التأهل، وبيتبقى منتخب كمان لإما اسبانيا او البرتغال منظم البطولة وصاحب الارض. دخلت ساعتها البرتغال المباراة وقدرت انها تفوز على المنتخب الاسباني بهدف لنونو جوميز علشان تتأهل البرتغال اول المجموعة برصيد 6 نقط، واليونان في المركز الثاني بعد تأهلها على حساب اسبانيا بفارق الاهداف، علشان بعديها يواجه المنتخب البرتغالي المنتخب الانجليزي في دور ربع النهائي. ورغم تقدم انجلترا مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق اوين، نجحت البرتغال انها تدرك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق هيلدر بوستيجا. وفي الوقت الاضافي تقدم البرتغال عن طريق ريكاردو كوستا في الدقيقة 110 عشان بعديها يتعادل فرانك لامبرد لانجلترا، وتمتد المباراة لركلات الترجيح بعد ما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 وانتهى الوقت الاضافي بالتعادل 2-2، علشان في النهاية بتبتسم لاصحاب الارض بعد فوزهم بركلات الترجيح 6-5. وفي نصف النهائي بيقابل المنتخب البرتغالي المنتخب الهولندي، وساعتها ما واجهش البرتغال صعوبة كبيرة في تجاوز المنتخب الهولندي. قدر ساعتها انه يتقدم بهدفين، واحد سجله كريستيانو والتاني سجله نونو جوميز، عشان في النهاية بيفوز المنتخب البرتغالي على المنتخب الهولندي بنتيجة 2-1 بعد ما سجل جورج اندرادي هدف في مرماه عن طريق الخطأ علشان يصعد المنتخب البرتغالي لنهائي البطولة. والمفاجأة هنا انه هيلاعب المنتخب اليوناني، وساعتها قدرت اليونان انها تحقق المعجزة وتفوز للمرة الأولى في تاريخها باليورو بعد فوزها على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، علشان ينتهي المشهد بحزن الموهبة البرتغالية كريستيانو. فرح ويوم للبكاء ولكنه يوم للفرح وأيام للفرح أوروبا. ساعتها كريستيانو كان لسه صغير في بطولة 2004، محدش كان متخيل ان هو هيتحول من اسطورة لاساطير اللعبة، ولكن كريستيانو كان جواه شغف محدش يقدر يقتله، وكان كل همه الفوز باي ثمن. عشان كده لما خسر النهائي ما قدرش ان هو يمسك دموعه، ساعتها حس بالعجز واقسم ساعتها انه هيبذل كل جهده علشان يجيب للبرتغال اول بطولة في تاريخها. ومن هنا بقى بدأت رحلته الحقيقية مع البرتغال، عشان في يورو 2008 بتقع البرتغال في مجموعة بتضم سويسرا وتركيا والتشيك. في المباراة الأولى واجه المنتخب البرتغالي المنتخب التركي وقدر ساعتها إنه يفوز على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل. وفي المباراة الثانية واجه ساعتها المنتخب البرتغالي المنتخب التشيكي وقدر إنه يفوز عليهم ب3 أهداف مقابل هدف وحيد، سجل منهم بطل حلقتنا هدف واحد، عشان بعديها بتضمن البرتغال تأهلها رسميا لدور 16، ويبقى الماتش الأخير قدام سويسرا هو مجرد ماتش تحصيل حاصل. فخسر ساعتها البرتغال امام المنتخب السويسري بهدفين دون مقابل، عشان في دور 16 بيواجه المنتخب البرتغالي المنتخب الالماني. ماتش صعب، ولكن لو انت عايز تفوز باللقب وتكون ضمن منتخبات الصف الاول لازم تكسب اي حد يقف قدامك. ولكن ساعتها خسر المنتخب البرتغالي امام المانيا بنتيجه 3-2. Now Gomez! Got it closer already for one goal. Balak's in there! There by Balak. He's getting away from Michael Balak. Terrific work by Nani! عشان يودع المنتخب البرتغالي البطولة من دور ال 16. في
في يورو 2012 بيقع المنتخب البرتغالي في مجموعه بتضم هولندا والمانيا والدنمارك. بالمقارنه بالمرات اللي فاتت اللي شاركت فيها البرتغال في البطوله هنلاقي ان دي اصعب مجموعه وقعت فيها المنتخب البرتغالي، ولكن بالرغم من ذلك قدرت البرتغال انها تتاهل لدور ربع النهائي، وده بعد ما خسرت في المباراه الاولى قدام المنتخب الالماني بهدف سجله ماريو جوميز، وفي المباراه الثانيه قدرت البرتغال انها تفوز على المنتخب الدنماركي بنتيجه 3-2، وفي المباراه الاخيره والحاسمه قدرت البرتغال انها تفوز على المنتخب الهولندي بنتيجه 2-1 واللي سجل الهدفين بطل الحلقه وهو كريستيانو رونالدو علشان يتاهل المنتخب البرتغالي لدور 16 وهيقابل المنتخب التشيكي. قدرت ساعتها البرتغال انها تسجل هدف وتفوز على المنتخب التشيكي بعد ما سجل كريستيانو هدف في الدقيقه 79 علشان يوصل المنتخب البرتغالي لدور نصف النهائي وبيقترب حلم الفوز باول لقب في تاريخ البرتغال. بس المره دي المنافس صعب وقوي وهو المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني كان ساعتها بيمتلك الجيل الذهبي اللي قدر ان هو يفوز بكاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، عشان للاسف تخسر البرتغال من اسبانيا بركلات الترجيح، عشان في الاخر تخرج البرتغال من نصف نهائي البطوله وتفضل رحله البحث عن اللقب الاول في تاريخ البرتغال. في يورو 2016 اللي نظمته دولة فرنسا وقعت ساعتها البرتغال في مجموعة بتضم المجر وايسلندا والنمسا. المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي كانت قدام المنتخب الأيسلندي، ماتش سهل في المتناول تقدر تفتح به البرتغال البطولة بالمكسب، ولكن اتعادلت البرتغال مع ايسلندا بهدف لكل منهما، والمجر الناحية الثانية بتفوز على النمسا بهدفين دون مقابل. في المباراة الثانية واجهت البرتغال منتخب النمسا، ماتش اللي خلص دون أهداف، وفي الناحية الثانية المجر بتتعادل مع ايسلندا 1-1 وما فاضلش غير مباراة واحدة، ولحد دلوقتي لسه مش عارفين مين هو المنتخب اللي هيتأهل من المجموعة. البرتغال هتواجه متصدرة المجموعة المجر، والناحية الثانية النمسا هتواجه ايسلندا، والمفاجأة ان ايسلندا بتفوز على النمسا بنتيجة 2-1. اما البرتغال فبتتعادل مع المجر ب3 أهداف لكل واحد، وبالتالي اصبحت المجر والنمسا كل واحد منهم عنده 5 نقط، والبرتغال عنده 3 نقط من 3 تعادلات متتالية. فتأهل من المجموعة المنتخب المجري والمنتخب النمساوي لدور 16، ولكن من حسن حظ البرتغال انها قدرت انها تتأهل كأحسن 3 توالد في البطولة. في دور 16 بقى واجهت البرتغال المنتخب الكرواتي. ازاي بقى هتقدر البرتغال انها تفوز على منتخب كرواتيا بعد ما قدرت كرواتيا انها تتصدر مجموعتها على حساب اسبانيا؟ والبرتغال ما قدرتش حتى انها تفوز في مباراة واحدة في دور المجموعات قدام منتخبات طبعا اقل في المستوى من المنتخب الكرواتي، ولكن اللي حصل كان مفاجأة. البرتغال بتسجل هدف قاتل في الدقيقة 117 عن طريق كواريزما عشان تتأهل البرتغال لدور ربع النهائي وهتواجه بولندا. في بداية المباراة قدرت بولندا انها تخطف هدف في الدقيقة الثانية عن طريق ليفا، ولكن ساعتها قدرت البرتغال انها تتعادل في الدقيقة 33 عن طريق سانشيز، وفضلت المباراة الى انتهت وقتها الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1، عشان في الاخر بتفوز البرتغال على منتخب بولندا ب5-3 بضربات الجزاء. وفي نصف النهائي هيقابل المنتخب البرتغالي منتخب ويلز اللي هو كمان بيطمح لاول لقب في تاريخه، ولكن رونالدو ورفاقه بيقدروا ان هم يخلصوا الماتش بنتيجة 2-0 لصالحهم عشان تتأهل البرتغال لنهائي البطولة، عشان تتفاجئ البرتغال انها تقابل صاحب الارض ومنظم البطولة وهو المنتخب الفرنسي. غير كمان سكواد فرنسا طبعا كان اتقل بكتير من سكواد البرتغال، كانتي وجريزمان وبوجبا، غير كمان بقى عامل الجمهور، ولكن البرتغال وكريستيانو دخلوا الماتش وهم عندهم امل ان هم يقدروا يحققوا اول بطولة في تاريخ الدولة. ايه يعني المنافس هو صاحب الارض ومنظم البطولة؟ ما انا خسرت قبل كده النهائي في 2004 على ارضي وامام جمهوري. بدأت المباراة والمنتخبين كلهم حماس من اجل الفوز، ولكن اللي حصل كريستيانو بيقع وماسك رجليه. صدمة كبيرة للشعب البرتغالي وكل محبي كريستيانو اللي انا كنت واحد منهم ساعتها، بس الحمد لله رجع تاني وكريستيانو نزل الملعب، ولكن فجأة لان كريستيانو بيقع على الارض لوحده وبيعيط، هو يعيط واحنا كمان بنعيط في صدمة عايشها الشعب البرتغالي وكل محبي كريستيانو. حلم الفوز باللقب الاول في تاريخ البرتغال اوشك ساعتها على الانتهاء. الصراحة يعني لو انا كنت اتحطيت في موقف زي ده قبل كده كنت هقول يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ طلع كريستيانو من المباراة بس فضل على الدكة مع زمايله، ولكن كريستيانو ساعتها ما استسلمش للأمر الواقع، لا ده تحول من قيادة المنتخب في الهجوم إلى قيادة المنتخب على الخط بره، وتحول إلى مدرب تاني للبرتغال، وبدأ إن هو يوجه اللعيبة وبيتفاعل على كل هجمة بتضيعها البرتغال وكل هجمة بتضيعها فرنسا. في الوقت الإضافي لاعب مغمور اسمه إيدر عمره في حياته ما سجل هدف واحد مع منتخب البرتغال، ولكن في الدقيقة 109 بتحصل معجزة، إيدر بيسجل هدف الفوز للبرتغال والهدف الأول
في تاريخه مع المنتخب. لك أن تتخيل إن الهدف الوحيد اللي تجيبه هو هدف الفوز لبلادك علشان ده يبقى أول لقب في تاريخ بلادك. محدش مصدق طبعا. يعني أنت لو ركزت في الهدف هتلاقي إن لعيبة فرنسا سايبة قدر بيرمح بالكرة لوحده، وده ليه بقى؟ عشان هم عارفين إن إمكانياته محدودة خالص. ده واحد ما سجلش ولا هدف طوال مسيرته مع بلاده، ولكن سبحان الله ربك لما بيريد. عشان في النهاية بتتوج البرتغال باللقب الأول في تاريخها على يد CR7 كريستيانو ورفاقه. وهنا بتنتهي رحلتنا مع مسيرة البرتغال في اليورو من خسارة في 2004 إلى انتصار في 2016. وصدق عانقها، بوس الكاس وارفعها عالية غالية. تحقق حلم للكابيتانو.